واش انت من التلاميذ ولا اولياء الامور وكتسنى تعرف شنو هي العطله المدرسيه ديال هذا الموسم الدراسي 2024 2025؟ خليك معايا، غادي نقول لك كلشي في هذا الفيديو. ما تنساش تبقى حتى الاخر، غادي تعرف كلشي التفاصيل المرتبطه بالعطل المدرسيه ديال هذه السنه. وزارة التربية الوطنية أعلنت في وقت سابق بشكل رسمي على لائحة العطل المدرسية ديال هذا الموسم 2024-2025 واللي كتشمل 56 يوم من العطل بين الوطنية والدينية، وزيد عليها حتى العطلة الجديدة اللي زادها الملك محمد السادس واللي هي عطلة رأس السنة الأمازيغية نهار 14 يناير. هذا الموسم غادي يكون عندنا 4 ديال العطل بينية مقسمة في شهر أكتوبر، دجنبر، مارس وماي، وكل وحدة فيها 8 أيام باش ترتاح شوية من ضغط الدراسه. وايضا غادي تكون عندنا عطله منتصف السنه الدراسيه في الاخر ديال شهر يناير. نخليكم دابا مع لائحه العطل ديال هذا العام بالتفصيل. عيد المولد النبوي غتكون فيه يومين وراه داز. العطله البينيه الاولى غتكون فيها 8 ايام. ذكرى المسيره الخضراء غيكون فيها نهار واحد. عيد الاستقلال غادي يكون نهار واحد. العطله البينيه الثانيه غتكون فيها بطبيعه الحال 8 ايام. راس السنه الميلاديه نهار. راس السنه الامازيغيه حتى هي نهار. عطله منتصف السنه غيكون فيها 8 ايام كالعاده. بالنسبه للعطله ديال الربيع اللي هي العطله البينيه الثالثه غتكون فيها 8 ايام. وبالنسبه لعيد الفطر غتكون فيه 3 ايام او 4 ايام على حسب. وايضا عيد الشغل اللي غيكون فيه نهار واحد. العطله البينيه الرابعه والاخرى اللي غتكون فيها 8 ايام سيمانه. وايضا بالنسبه لعيد الاضحى غيكون فيها 4 ايام. وفاتح محرم تيكون فيه نهار واحد. بالنسبه للعطل الدينيه خاصنا نتسناو التاكيد ديال ظهور الهلال من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، يعني التواريخ ممكن تبدل شويه حسب الرؤيه ديال الهلال. كنظن هذه السنه غادي يكون واحد التوازن مزيان بين الدراسه والراحه. ما تنساش هاد الفرصه باش تنظم وقتك مزيان وتستافد من العطل. الا كنتي بغيتي تعرف المزيد او عندك تساؤلات خلي لي التعليق اسفل الفيديو. ما تنساش تشتركوا في القناه وديروا جيم باش توصلكم جميع الفيديوهات ديالنا الجديده. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. تسناو الفيديوهات الجايه اللي غادي نهضر على مواضيع مهمه اخرى. ديروا جيم واشتركوا في القناه باش نبقاو ديما معكم بالجديد.